بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمه تعالى نبدأ، وعلى بركته نسير. يطيب لي أن أزي شكرا طيبا جميلا موصولا لجامعة الكوفة، رئاسة وإدارة وهيئة أكاديمية وإدارية وفنية وإعلامية. أنا سعيد جدا بهذا الفضاء الأكاديمي العراقي، العراق العظيم حضارة وتاريخا وشعبا أكن له محبة خاصة. فبيتي حيث أجلس الآن لا يبعد عن أثر وطني قومي عراقي، وهو مثلث الشهداء، تجمع سكاني سمي باسم شهداء الجيش العراقي الذين ارتقوا شهداء في حرب عام 1948. والمكان الذي أسكن فيه كان معسكرا للجيش العراقي العظيم. هذه المحاضرة المحور الرئيسي في الدراسات الأسلوبية نماذج من القرآن الكريم. أود بداية أن أوضح المقصود بالمحور الرئيسي العمودي، وخاصة للطلبة الذين يتابعون. المحور الرئيسي العمودي يعني اختيار كلمة دون غيرها من البدائل اللغوية المناظرة لها. فإذا اخترنا الفعل جاء مثلا بدلا من البدائل المناظرة له مثل وصل وحضر وقدم إلى آخره، فإن هذا الاختيار للفعل جاء يرتبط باعتبارات سياقية ونفسية حتمية. قد لا يخطر على بالنا أننا اخترنا الفعل دون غيره لأسباب معينة، ولكن انسجام الفعل المختار دون غيره من الأفعال مع السياق الدلالي يؤكد أن الاختيار إجراء أسلوبي في تشكيل النص أو القول. وقد نظن أنه لا توجد فروق دلالية بين لفظين متناظرين مثل جاء وأتى، ولكن إذا أحسننا تأمل السياق الدلالي يتبين لنا الفرق الدلالي بينهما وتناسب اللفظ المختار دون غيره من الألفاظ أو البدائل اللغوية المناظرة. أقول استهلالا: لا ترادف في اللغة عامة، ولا ترادف في القرآن الكريم خاصة. وما يشجعني على هذا الاستهلال العاجل هو أن نفي وقوع الترادف في القرآن الكريم والسعي إلى الوقوف على دقائق المعاني بين الألفاظ المتناظرة هو الهدف أو هما الهدف الرئيس في هذه المحاضرة. والقول بوقوع الترادف في ألفاظ القرآن الكريم أو في متون اللغة يعد وهما وقع فيه بعض القدماء والمحدثين، ويعد أيضا عجزا عن رؤية الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتناظرة، وهروبا من البحث والتنقيب عن أعماق الدلالة للألفاظ التي تتقارب في معانيها. كما أن غياب الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة أو الألفاظ المتناظرة في الخطاب الشفوي بين أهل اللغة وفي الخطاب الفني لدى أغلب الكتاب من جهة، وحضور الدقة أو الإعجاز اللغوي في الخطاب القرآني من جهة أخرى، يقتضي منا الاعتكاف على الخطاب القرآني دون غيره من النصوص لمعرفة الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتناظرة. تبرز في القرآن الكريم ظاهرة تماثل التراكيب التي تختلف فيها لفظة واحدة، إذ نجد تركيبين متماثلين في موضعين مختلفين، ولكن لفظة واحدة تختلف فيهما. وحينما نعود إلى معاجم اللغة لبيان الفرق الدلالي بين اللفظتين المختلفتين، فإن معاجم اللغة في الغالب لا تسعفنا في بيان الفروق اللغوية الدقيقة بينهما. وحينما نتتبع معاني الألفاظ التي ترتد إلى الجذر اللغوي لللفظة المتغيرة،
حينما نتبع هذا سنجد شبكة من العلاقات الدلالية بين تلك المعاني والسياق، وهذه العلاقات هي التي تسوغ ورود لفظة دون غيرها. من أبرز المهتمين بالفروق اللغوية العسكري في كتابه الفروق في اللغة، وقد عالج بعض القدماء والمحدثين هذه الظاهرة الأسلوبية. ومن القدماء الخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، والغرناطي الذي أفاد من الإسكافي في كتابه ملاك التأويل، والكرماني أيضا في كتابه البرهان في متشابه القرآن وغيرهم. ومن المحدثين يطيب لي أن أنوه بجهود الأستاذ الكبير الفاضل فاضل السامرائي من العراق في عدد من مؤلفاته، وقد أفدنا من بعض آرائه وعزفت عن بعض الآراء، وأضفت إسهامات أدعي أنها جديدة في الكشف عن دقائق المعنى بين الألفاظ المتقاربة وتعليل لفظة دون غيرها في سياق معين. وقد تجاوزت النهج الذي ارتضاه السابقون في كثير من المواضع، ولا يعني التجاوز قدحا في جهودهم، ولكن رب صغير مثلي مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. كما أن مخالفتي لبعض الآراء أو آراء المتقدمين تحتكم إلى أساس لغوي واعتبار سياقي، فرأي المتقدمين على الرغم من أصالته ليس الكلمة الفصل في تدبر الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. أبدأ بالمحور الرئيس، اختيار اللفظ المناسب للسياق الجزئي والكلي، وأرجو أن تظهر شريحة الآية الأولى أو الآيات الأولى، قوله تعالى: أفأمن أهل القرى. الآن سأطرح سؤالا: ما الفرق بين البيات والليل؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى بياتا ولم يقل ليلا أو مساء في قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وكذلك تكرر هذا التعبير في آية أخرى من سورة يونس ومن سورة الأعراف أيضا، وأظن أن الشريحة توضح هذه الآيات. لم يرد لفظ ليلا في هذا السياق في القرآن الكريم على الرغم من التناظر الدلالي بين البيات والليل. إذا عدنا إلى المعجم سنجد أن لفظ بياتا بين قوسين يفيد أمرين: الأول الدلالة على الشر والمكروه، لأن تبييت العدو هو أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة. وفي اللغة نقول بيت القوم والعدو أي أوقع بهم ليلا، وبيت فلان بني فلان إذا أتاهم بياتا فكبسهم وهم غارون، هكذا ورد في المعجم. ومن الشائع في لغتنا بيت له أمرا. وما يعزز دلالة الشر والمكروه في بياتا قوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. والتبييت هنا من البيتوتة، لأن قضاء الأمر وتدبيره بالليل. كذلك قوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله إلى آخر الآية. ولا يخفى أو لا تخفى نية الشر والمكروه في هذا السياق، فقد أرادوا قتل صالح عليه السلام وأهله ليلا وهم غافلون. أما الأمر الثاني الذي يفيده الفعل بيت فهو وقوع العذاب في أزمنة مختلفة، وهذه الأزمنة يمكن أن نقسمها في الآيات على النحو الآتي: أولا النوم في الليل، ثانيا الخلود إلى الراحة والنوم وقت القيلولة،
وثالثا الانهماك في العمل في أثناء النهار، فالعذاب يأتيهم وهم نائمون ليلا، ويأتيهم ليلا وهم غير نائمين كما يفهم من الآيات، ويأتيهم نهارا أيضا وهم منهمكون في أعمالهم، ويأتيهم نهارا حينما يخلدون إلى الراحة والقيلولة، وذلك في قوله تعالى أو هم قائلون. وتفضي هذه الشمولية الزمنية إلى أن لا نجاة لأحد منهم. هذه التسويغات أو التبريرات اللغوية هي التي تعلل مجيء بياتا بدلا من ليلا، فلا يمكن لكلمة ليلا أن تفيد الدلالات التي نبهت عليها. ما الفرق بين معدودة ومعدودات في القرآن الكريم؟ جاء جمع الكثرة معدودة في قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة آية 80، وجاء جمع القلة معدودات في قوله تعالى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فما الفرق بين معدودة ومعدودات؟ عزى بعض المفسرين اختلاف صيغة الجمع في الموضعين إلى اختلاف المدة الزمنية للعذاب من حيث القلة والكثرة. ابن جماعة قال إن القائل فرقتان من اليهود، فقد قالت فرقة إن مدة العذاب 40 يوما، وهي مدة أيام عبادة آبائهم للعجل، وهو ما يتناسب مع جمع الكثرة معدودة. وقالت فرقة من اليهود إن مدة العذاب 7 أيام عدد أيام الدنيا، وهذا ما يتناسب مع جمع القلة معدودات. تتفق دلالة الكثرة ودلالة جمع القلة مع السياق العام. في سورة البقرة كثر الكلام عن بني إسرائيل من حيث صفاتهم السيئة التي تتمثل بتحريف كلام الله، فهم مقرونون بجرمهم، فناسب السياق جمع الكثرة، وذلك بخلاف ما ورد في آل عمران التي اختصت بجمع القلة. ما الفرق بين الفعل انفجرت والفعل انبجست في القرآن الكريم؟ كلمة فانفجرت جاءت في قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا سورة البقرة آية 60، وجاءت كلمة فانبجست في قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا في سورة الأعراف 160. يتمثل الفرق الدلالي بين الانفجار في انفجرت والانبجاس في انبجست في أن الانفجار للماء الكثير والانبجاس للماء القليل، إذ إن الانبجاس هو أول خروج الماء، والانفجار هو اتساعه وكثرته. بهذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. في الأعراف في سورة الأعراف التي وردت فيها كلمة أو ورد فيه الفعل انبجست طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام السقيا، والوارد في البقرة طلب موسى عليه السلام من ربه السقيا، فطلبهم ابتداء ناسبه الابتداء، وطلب موسى عليه السلام غاية يعني نتيجة لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه، فناسب الابتداء والغاية الغاية، فقيل جوابا لطلبهم فانبجست، وقيل إجابة لطلبه فانفجرت. وانسجاما مع دلالة الكثرة للفعل انفجر، فقد جاء في سياق سقيا موسى عليه السلام لقومه، وانسجاما مع دلالة القلة للفعل انبجس جاء في سياق سقيا قوم موسى. أما ما ذهب إليه بعض القدماء والمحدثين من أن الانفجار جاء في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى، لأن دلالة الكثرة تنسجم مع تعداد النعم،
ففيه برأيي نظر، لأن تعداد النعم وقع في الموضعين. ما الفرق بين إمرا ونكرة في القصة القرآنية المشهورة؟ هل اختصت كلمة إمرا بسياق الحدث الأقل خطورة وإثارة لأن قتل الغلام يعد شيئا إمرا منكرا؟ كلمة إمرا جاءت في قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركب السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، سورة الكهف آية 71. وجاءت كلمة نكرة في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، وذلك في الحوار بين موسى والعبد الصالح الذي يسميه بعضهم الخضر عليهما السلام. وقبل بيان اختلاف سياق الحدث الذي اقتضى لفظة دون غيرها، يحسن بنا أن نقف على المعنى المعجمي للبديل المتغير، إمرة ونكرة، البديل المتغير. فالإمر هو الداهية أو العجب، وهو من أمر الأمر بمعنى كثرة، والعرب تصف الدواهي بالكثرة. ونكرة ما تنكره العقول ولا تجوزه، وهو أعظم من الإمر ولا يستعمل إلا في المذموم. إذا اختصت إمرة بسياق الحدث الأقل خطورة وإثارة لأن قتل الغلام يعد أمرا منكرا. بعض المفسرين ذهب إلى أن نكرة أعظم من إمرة لأن المعنى جئت شيئا أنكر من الأول، لأن ذلك كان يمكن تداركه بالسد، وهذا لا يمكن تداركه. مما يعزز أن نكرة أعظم من إمرة أنه قال في خرق السفينة قوله تعالى: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا الرأي اللي الدكتور فاضل السامي الرأي. جاء الفعل تستطيع بحذف لك، وفي قتل الغلام قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا بذكر هذا الحرف. ما سر التناظر بين الفعل ألف وجمع؟ إذ نجد في القرآن الكريم أن الفعل ألف لازم سياق المؤمنين في موضعين، وذلك في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله في آيات أخرى: ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، من سورة الأنفال آية 63. يدل نص الآية الثانية أن حصول الألفة بين قلوب الناس مشيئة ربانية لا يقدر عليها البشر. تأليف القلوب معجزة ربانية لا يستطيع الإنسان تحقيقها. هذه حقيقة يدل عليها إسناد الفعل ألف في الآيات إلى الله سبحانه وتعالى في الآيتين، ونفي القدرة على إحداث الألفة بين قلوب الناس عن البشر، وتكرار الفعل المسند إلى الذات الإلهية في الآية الثانية. ومن شأن هذه المعطيات أن تفسر وتعلل غياب البدائل المناظرة للفعل ألف مثل جمع على سبيل المثال. ولعل تعداد أو تعدد معاني الفعل ألف يسوغ عجز البشر عن إحداث الألفة بين القلوب. من معاني الفعل ألف: 1. جمع القلوب بعد تفرق، وهو معنى يؤكده قوله تعالى في الآية الأولى: إذ كنتم أعداء. 2. الاستئناس لمن ألفت قلوبهم، فألفت الشيء أنست به في اللغة. 3.
التواصل فيما بينهم، فألفت الشيء وصلت بعضه ببعض، والإلزام، فآلفت فلانا الشيء ألزمته إياه. 4. الحفاظ على العهد والذمة، لأن الإيلاف هو العهد والذمة كما ورد في اللغة. كيف لنا أن نتصور قدرة أحد من البشر على هذه المعاني الأربعة مجتمعة فيؤلف بين قلوب الناس؟ فقد نستطيع أو يستطيع شخص ما أن يحقق معنى واحدا من هذه المعاني الكثيرة فيجمع الفريقين معا على سبيل المثال، ولكن أن يكون له تحقيق المعاني مجتمعة؟ ينبغي أن نلاحظ أن اختصاص الألفة بقلوب المؤمنين يعود إلى أن التأليف لا يكون إلا بين الأجناس أو الأشياء المتجانسة المتقاربة، ولذلك تكون القلوب المؤمنة مهيئة للتآلف مستعدة له. ما الفرق بين الريح والرياح من حيث الإفراد والجمع في القرآن الكريم؟ تحقق الفرق بين الرياح والريح في القرآن الكريم من حيث الإفراد والجمع، فجاءت جمعا رياح يعني في سياق الرحمة، كما في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. واختصاص الرياح بسياق الرحمة يعود إلى أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والماهيات والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أثير لها ما يقابلها ما يكسر ثورتها، فينشأ بينها أو من بينها ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات إلى آخره. أما اختصاص الريح بصيغة المفرد بسياق العذاب فيعود إلى أنها تأتي من وجه واحد كما في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. اللافت أعزائي أن هذا النسق في استعمال رياح بصيغة الجمع في سياق الخير وريح بصيغة المفرد في سياق العذاب، هذا النسق القرآني في موضع واحد خرج عن هذا النسق، موضع واحد، وهذا هو الإعجاز اللغوي، وهو قوله تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ريح صيغة مفرد. لاحظوا أن الريح هنا جاءت منعوتة موصوفة. الحكمة في ذلك أن الرحمة في البحر إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها، يعني لا بجمعها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد، فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان سبب الهلاك والغرق، فالمطلوب ريح واحدة في هذا السياق، ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيبة، لأن الآيات في سياقات أخرى كانت الريح فيها علامة على العذاب، أما في هذا الموضع فالريح ليست في سياق عذاب، لأن سير السفينة في البحر يقتضي وجود ريح واحدة، جهة واحدة من الهبوب فقط. ما الفرق بين الفعل احمل واسلك في القرآن الكريم؟ جاء الفعل احمل في قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، قصة الطوفان. وقد جاءت العناصر القصصية ومشاهد الطوفان مفصلة في هذا الموضع، وتضمن الفعل احمل في هذا الموضع مشاهد قصة الطوفان. لو تأملنا السياق الكلي للآيات التي تكتنف قوله تعالى: قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، لو قرأنا شيئا مما ورد في هذا السياق الكلي، قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول
ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري إلى آخر سياق الآيات. سنجد بعد تأمل هذه الآيات أن الفعل احمل يتضمن ثراء دلاليا موزعا على مكونات السياق الكلي بخلاف الفعل اسلك. فالتأمل في الخطاب الرباني المفصل إلى سيدنا نوح عليه السلام يكشف عن شبكة من العلاقات الدلالية بين الفعل احمل والسياق العام الذي أشرت إلى جزء منه، إذ تحقق تفاعل لغوي بين الفعل احمل والعناصر الرئيسة لقصة الطوفان التي جاءت في سياق مفصل. ويمكنني الآن تحديد شبكة العلاقات الدلالية بين الفعل احمل والسياق العام. وهذه الشبكة الدلالية أقسمها إلى مفاصل. المفصل الأول الأمواج والسيول. تدل مادة حمل على السيول، فالحومل هو السيل، وحميل السيل ما يحمل من الغثاء والطين، وهذا يتفق مع سياق قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. وكذلك تتفق هذه المعاني مع قوله تعالى وحال بينهما الموج، وهذا الاتفاق أو التقاطع لا يتوافر مع الفعل اسلك. المفصل الثاني المطر. تدل مادة حمل على المطر، فمن معاني حمل المطر والنوء، ويقال مطرنا بنوء الحمل أو الحمل. والحميل هو السحاب الكثير المطر، وهذا يتناغم مع سياق قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. المفصل الثالث الشفاعة. تدل مادة حمل على الشفاعة والاعتماد على الآخرين. نقول في اللغة حمل فلان وتحمل به وعليه في الشفاعة والحاجة بمعنى اعتمد، وهذا ما يتفاعل مع سياق قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. جاء في تفسير هذا الجزء من الآية أن نوحا يخاطب ربنا سبحانه وتعالى وكأنه أراد أن يقول وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما بال ولدي. ففي قول نوح عليه السلام طلب شفاعة لابنه. المفصل الرابع ابن نوح. يتقاطع الوصف الرباني لابن نوح في قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه الآية أو الجزء من الآية تتقاطع مع مادة حمل أو معاني مادة حمل في المعجم. الحميل في المعجم هو المنبوذ، ويحمله قومه فينبذونه، والحميل الدعي والحميل الغريب. وأما الفعل أسلك فلم يرد في القرآن الكريم، لم يرد في المشاهد المفصلة للطوفان في قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بناء على ما تقدم يتجلى لنا أن لفظة احمل قلب نابض لجسد السياق الذي يصور عناصر الحدث في قصة الطوفان، فكل معنى جزئي يرتبط بذلك القلب النابض الذي يغذي الدلالة الجزئية. كما أن المواضع التي ورد فيها الفعل حمل ومشتقاته في غير سورة هود التي أشرنا إليها
قد جاء السياق فيها متضمنا مشاهد الطوفان. أما الفعل فاسلك فقد جاء في سياق الإيجاز، ولم يتحقق تقاطع أو توافق دلالي بين مادة سلك والسياق العام، إذ اقتصر السياق مع الفعل فاسلك على الحمل والركوب والعبور، وذلك بخلاف السياق العام التفصيلي الذي ورد في سورة هود، إذ أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا بأن يعد من سيركب في السفينة ومنع من حظر عليه الركوب. صفة القول في هذه المسألة إن وقوع لفظة احمل في سياق قصة الطوفان في سورة هود دون لفظة فاسلك محكوم بأمرين: الأول التوافق الدلالي بين مادة حملة وجزئيات السياق التي فصلتها، والثاني خاصية التفصيل في سورة هود في مقابل خاصية الإيجاز في السورة الثانية وهي سورة المؤمنون. من أكثر الآيات التي أثارت دهشتي وتعظيمي للغة القرآن الكريم هو الفرق بين تركيب فلا تقربوها وتركيب فلا تعتدوها. ما الفرق بين النهي عن القرب والنهي عن التعدي؟ ورد النهي في فلا تقربوها في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، سورة البقرة آية 187. وورد فلا تعتدوها في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها في سورة البقرة أيضا آية 229. ينبغي أن يتفق سبب النزول مع دلالة اللفظ المختار. طيب أفصل فأقول: اختص النهي في الآية الأولى وهي فلا تقربوها، أنا بتكلم الآن عن فلا تقربوها. النهي هنا اختص بسياق الاعتكاف في المسجد، والمنهي عنه في هذه الآية في هذا السياق هو مباشرة النساء في فترة الاعتكاف، وهذا ما يفهم من قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. والمنهي عنه في هذه الآية أمر عظيم، إذ روي عن قتادة: كان الرجل إذا اعتكف خرج يعني من المسجد فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك. ولكن السؤال: لماذا قال فلا تقربوها في هذه الآية وفلا تعتدوها في آية ثانية؟ يتجلى سبب اختصاص فلا تقربوها بسياق مباشرة النساء من خلال الدلالات التي تفيدها مادة قربة. المقاربة في اللغة، المقاربة والقراب تعني المشاغرة للنكاح، وقربان المرأة غشيانها. ويبدو النهي عن مباشرة النساء بلفظ القرب يقتصر، أرجو التركيز، يقتصر على المباشرة أو الجماع المحرم، كما في مباشرة الرجل لزوجته في فترة الاعتكاف أو الجماع في فترة الحيض، كما في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أو اقتراف الزنا من المحرمات كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. جميع المحرمات في علاقة الرجل بالمرأة جاءت بالفعل قرب ومشتقاته. شكل النهي بلفظ القرب علائق دلالية سياقية، فلم يعد معنى القرب محصورا على النهي، كما أن النهي بلفظة القرب في هذا السياق قد أحالنا إلى مواضع أخرى في القرآن الكريم تحقق فيها التناسب بين النهي بلفظ القرب ودلالة السياق. أتابع: أما مجيء فلا تعتدوها في الآية الثانية فقد تناسب مع خاتمة الآية وهي قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون، فالاعتداء والظلم بينهما علائق
دلالية، فالعادي هو الظالم، وأصله من تجاوز الحد في الشيء، والاعتداء والتعدي والعدوان بمعنى الظلم. ما الفرق بين خلقكم وأنشأكم في القرآن الكريم؟ ورد الفعل خلقكم في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء آية 1، كذلك في الأعراف وغيرهما من الصور. وجاء الفعل أنشأكم في قوله تعالى: أنشأكم من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة، أنشأكم من نفس واحدة. ما الفرق بين خلقكم وأنشأكم؟ المسوغ السياقي لورود الفعل خلقكم في 3 مواضع، وعدم وروده في الموضع الرابع يتمثل في أن الفعل خلقكم يتفق دلاليا مع سياق الحمل والولادة. هذا ما توصلت إليه. أعيد: الفعل خلقكم في 3 مواضع يتناغم مع سياق الحمل والولادة، فالمواضع ال3 تتحدث عن الحمل والولادة، فمعنى قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. والمعنى هنا: يخلقكم نطفة أو نطفا، ثم علقا، ثم مضغا، ثم عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينفخ فيه الروح. فالفعل يخلقكم وقع في سياق كما قلت الحمل والولادة. كذلك في آية أخرى في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وقد تحقق تقاطع أو توافق دلالي بين خلق وسياق الحمل والولادة في غير موضع في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، أي مضغة مخلقة، أي تامة الخلق. أما المسوغ الدلالي لورود الفعل أنشأكم كما في قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، دون غيرها، فيتمثل في التقاطع الدلالي بين الفعل أنشأكم وسياق الليل والنهار. وهذا من الأمور العجيبة يعني، وهي موافقة الفعل أنشأكم مع سياق كما قلت الليل والنهار الذي سبق الآية في قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز إلى آخر الآية. وقوله أيضا تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في اللغة ما سر هذا التقارب أو التقاطع؟ في اللغة نقول: نشأ الليل ارتفع، والناشئة أول الليل أو أول النهار، كما في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم إلى آخر الآية. ولعل ما تقدم أكثر دقة برأيي مما ذهب إليه الكرماني وغيره من أن ورود الفعل أنشأكم في سورة الأنعام لأن الفعل ورد في الأنعام في 4 مواضع. لا، أنا في هذا الاجتهاد ربطت بين الفعل خلقكم وسياق الحمل والولادة، وربطت بين الفعل أنشأكم وسياق الليل أو الكواكب. ما سر ختم الآيات المتتالية من سورة الأنعام آية 151 152 153 جاءت مختومة بتعقلون تذكرون تتقون؟ إذ جاءت تعقلون في قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 151، وتذكرون أو تذكرون في قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آية 152، وتتقون في قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
اختص كل لفظ بسياقه المناسب، إذ سبقت الآية الأولى بأربعة أمور قبيحة في العقول، فينبغي أن يستعمل الإنسان العقل، هذا العقل الذي يحبس النفس عن قبيح الإرادات وفواحش الشهوات، كما في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن هذه الأمور الأربعة من أبلغ الوصايا، فختمت الآية بما في الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل. الآية الثانية سبقت بخمسة أمور تتعلق بالحقوق في الأموال دون النفوس، في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هي أمور تدعو الإنسان إلى تذكر حاله ورضاه في نفسه لو كان هو العامل بما يعامل به غيره. فقد نصت الوصية في هذه الآية على حفظ أموال اليتامى وإيفاء الكيل والعدل في القول والوفاء في العهد أو بالعهد، والوصية فيها تجري مجرى الزجر والوعظ. أما الآية الثالثة ختمت بتتقون، لأن من عقل في الآية الأولى وتذكر في الآية الثانية اتقى، فالتقوى هي نتيجة إلى ما يؤول إليه التعقل والتذكر. وقد تتابعت الألفاظ الثلاثة لتشكل دعوتين ونتيجة: دعوة للتعقل ودعوة للتذكر، والتقوى نتيجة قبول الدعوتين. هذا التناسب الذي تجلى في الآيات السابقة من الدلائل الساطعة على عجز أولئك الذين سولت لهم أنفسهم أن يعارضوا القرآن الكريم. ما الفرق بين الأخسرين والأسفلين؟ جاءت كلمة الأخسرين في قوله تعالى، وهي عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في سورة الأنبياء. وجاءت كلمة الأسفلين في قوله تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في الأولى جعلناهم الأخسرين، في الثانية جعلناهم الأسفلين. في السورة الأولى التي ورد فيها الأخسرين تحدى سيدنا إبراهيم قومه فكسر أصنامهم وتحداه قومه فألقوه في النار، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من النار، والنتيجة أن إبراهيم ربح تكسير الأصنام وربح أيضا النجاة من النار. وخسر قومه أصنامهم وعقاب إبراهيم عليه السلام، فتناسب التعبير بالأخسرين. أما في الصافات الموضع الثاني فقد بنى قوم إبراهيم بناء عاليا ورموا إبراهيم منه، وذلك في قوله تعالى: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ولكن النتيجة أن الأسفلين هم قوم إبراهيم لهلاكهم في الدنيا وسفول أمرهم في الآخرة. وعليه فإن لفظة الأسفلين تشكل تقابلا مع البناء العالي الذي رمي منه إبراهيم عليه السلام، كما أن لفظ الأسفلين يناظر لفظ الجحيم في الآية السابقة، فقد قيل إن الأسفلين هم المعذبون في الدرك الأسفل من النار. ما الفرق بين يعلمون ويفقهون؟ جاءت كلمة يعلمون في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ويفقهون: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إذا علمنا أن يعلمون قد
تقدمها قوله تعالى، وهذا من غرائب من غرائب اللغة. كلمة أو الفعل يعلمون تقدمها قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إذا فهمنا هذا الأمر أدركنا سبب مجيء يعلمون بدلا من يفقهون، وذلك أن الفعل يعلمون جاء في سياق الهداية لتهتدوا، ومن مشتقات مادة علم المعلم، وهو ما جعل علامة وعلما للطرق والحدود. والعلم من معانيه المنار أو المنارة، والعلامة أو العلم شيء ينصب في الفلوات تهتدي به الضالة، ومعلم الطريق دلالته. وهذه المعاني كلها تتقاطع وتتفق مع قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر. فالهداية هنا تتصل بالبر، ومن الهداية ما يتصل بالبحر. فالعيلم في اللغة هو البحر، والعيلم الماء الذي علته الأرض، أي الذي يكون مدفونا. وهذا يتقاطع مع قوله تعالى: في ظلمات البر والبحر. أما يفقهون في الآية الثانية، فينبغي أن نعي الفرق بين فقه بكسر القاف وفقه بضم القاف، إذ إن معنى فقه بكسر القاف الفهم والفطنة، وفقهت بضم القاف صرت فقيها. فما ورد في الآية هو بمعنى الفهم والفطنة، وقد جاء لفظ يفقهون بعد تصوير خلق الإنسان وتنقله من حالة إلى حالة، وهي دلالات تدعو إلى الفطنة. إن بقي وقت، ما رأيك عزيزي؟ ما الفرق بين 10 دقائق دكتور لطفا. حاضر. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. سأبحث عن الأكثر إثارة من الناحية اللغوية، وإن كان أسلوب القرآن كله إثارة لغوية. ما الفرق بين يعلم ويشهد، والفرق بين خبيرا وبصيرا، والفرق بين عليما وحكيما، والفرق بين أفواه وألسنة. دعونا نتوقف على الفرق بين أفواه وألسنة. جاءت في القرآن الكريم أفواه وجاءت أفواههم، لم ترد أفواه وأفواههم إلا في سياق الكذب والنفاق. كلمة أفواه جاءت فقط في سياق الكذب والنفاق، أما كلمة لسان أو ألسنة جاءت في سياق الكذب والنفاق ووردت في غيرهما. تأتي البدائل اللغوية منسجمة مع اختلاف المخاطب، إذ وردت بأفواههم، صيغة بأفواههم، في قوله تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وجاء تركيب بألسنتهم في قوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يختلف حال القائلين أو حالة القائلين في الآيتين. الآية الأولى أخبرت عن المنافقين، ولا سيما كما يقول بعض المفسرين عبد الله بن أبي الذي استحكم نفاقه، ولفظ أفواه ينبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا ينهض به لفظ بألسنتهم. فلأن النفاق استحكم في المنافقين جاء لفظ بأفواههم، وذلك أن كل موضع علق الله فيه حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب وتنبيه إلى أن الاعتقاد لا يطابقه، كما نص بعض المفسرين. أما الآية الثانية فقد أخبرت عن جماعة من الأعراب الذين لم يستقر نفاقهم كالآخرين، فعبر بالألسنة إشعارا أن حالة هؤلاء ليست مثل حالة المنافقين في السورة الأخرى. دار سجال طويل بين اللغويين حول الفعل جاء وأتى،
والحديث عن الفعل جاء وأتى حديث طويل ربما لا يتسع زمن المحاضرة له، وموجود في مراجع عدة، لذلك أنا لا أريد أن أكرر ما هو موجود في مراجع أخرى. أحب أن أقف قليلا على الفرق بين الفعل اشتهت وتهوى. ورد الفعل اشتهت في قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وورد الفعل تهوى في قوله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقع الفعل اشتهت في سياق الجنة، والفعل تهوى في سياق جهنم. وما يعزز ما تقدم قوله تعالى في سياق الجنة: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله أيضا في سياق الكافرين: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أصل إلى القول أن اختصاص فعل الهوى بسياق جهنم وعدم وروده بسياق الجنة، أرجح أن السبب يعود إلى أن الهوى معناه ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع، ولهذا غلب على الهوى صفة الذم، كما أن عدم ورود الأفعال المناظرة لفعل الشهوة في سياق الجنة كفعل اللذة مثلا، لأن اللذة ما طاقت النفس إليه ونازعت إلى نيله. وربما أضيف شيئا عن سولت. الفعل سولت جاور الفاعل النفس في القرآن الكريم في 3 مواضع، كما في قوله تعالى: جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والتسويل في اللغة هو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. وقد أسند الفعل سول إلى الشيطان في القرآن الكريم في موضع في قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وما دام الفعل سول قد أسند إلى النفس تارة وأسند إلى الشيطان تارة أخرى، فإن العلاقة الإسنادية المشتركة تفضي حتما إلى توافق بين النفس والشيطان. وعلى الرغم من أن التسويل يفيد التزيين، إلا أن الفعل زين لم يرد مسندا إلى النفس، لم يرد مسندا إلى النفس، ولكنه ورد مسندا إلى الشيطان في 6 مواضع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا يعني أن التسويل، هذا ما يعني وقفت عليه مليا، يعني أن التسويل ينبع من داخل النفس، وأن التزيين ينجم عن تأثير خارجي على النفس. كما أن التأمل في المواضع التي ورد فيها الفعل سول يدل على أن التسويل تفكير يضمره صاحبه ثم يتحول إلى فعل وسلوك، هكذا أرجح. ففي سورة يوسف قوله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يتمثل التسويل بتفكير أخوة يوسف في أمر أخيه أو أخيهم وتدبير مكيدة للتخلص منه بإلقائه في الجب، فهو تفكير داخلي أفضى إلى سلوك. كذلك في قوله تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يتمثل التسويل هنا بتفكير السامري بطريقة يوهم بها أنه قادر على بث الحياة في العجل، وهو أيضا تفكير داخلي أفضى إلى السلوك. أما التزيين فهو حصول العمل أولا ثم التزيين
والاستحسان له ثانية. لهذا جاء فعل التزيين المسند إلى الشيطان في سياق العمل في المواضع كلها، وهذا يقتضي ارتباط التزيين بمشاهدة العمل، وما يعزز ارتباط التزيين بالمشاهدة قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وغيره من المواضع. فالمعاني لا يخفى عليكم كالجوهر في الصدف، لا يبرز المعنى إلا إذا انشقت عنه الصدف أو الصدف، يعني صدف البحر. أكتفي بهذا أم أكمل؟ أكمل دكتور إن كان في الحديث بقية. طيب حاضر. ما الفرق أعزائي بين عليمة وحكيمة؟ أنا أزعم مثل هذه المواضع عليمة وحكيمة لم يلتفت لها أحد. جاءت عليمة في سياق الحرب، وهذا ما يدهش، وعزيزة جاءت في سياق قدرة الله وعزته وإيقاع العذاب بالمشركين. دعوني أدلل. جاء قوله تعالى عليمة في الآية: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولفظة عزيزة جاءت في قوله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الآيتان متماثلتان باستثناء لفظين عليمة وحكيمة. طيب، الآية الأولى اللي فيها عليمة نزلت بعد عام الحديبة مبشرة بفتح مكة، وقيل أنها نزلت حينما فتحت مكة، وكان وعد الله قد سبق بها وبغيرها من البلدان. هذا ما قاله المفسرون. معرفة النزول ضرورة، لأنه سياق غير لغوي. أسباب النزول سياق غير لغوي قد نستأنس به أحيانا، لأن سبب النزول هو المقام أو المناسبة الذي يكشف تناسب لفظة دون غيرها. طيب، سأصل إلى اللافت في هذا المسألة. أستأنف بالقول: السياق يضفي ظلالا حربية. في اللغة نقول أعلم نفسه وأعلمها، بمعنى وسمها بسيما الحرب. أنا أستشهد بالمعجم: ورجل معلم إذا علم مكانه في الحرب. وأعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان. وأعلم الفرس علق عليها صوفا أحمر أو أبيض في الحرب. جاءت الآية الثانية عزيزة بعد ذكر عذاب المنافقين والمشركين، وذلك في قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أنا أدعو طلبتنا إلى مزيد من التدبر في مثل هذا الموضع. أنا زعمت الآن أن عليمة اختصت بسياق الحرب، وعزيزة اختصت بقدرة الله سبحانه وتعالى. من المسائل التي تحتاج أيضا مزيدا من التبصر والتدبر الفرق بين الخبير والبصير في القرآن الكريم. وقع تبادل بين خبيرة وبصيرة في قوله تعالى: كان الله بما تعملون خبيرا، سورة الفتح آية 11. وفي قوله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا، مرة قال خبيرة مرة قال بصيرة. اختصت خبيرة، هي النتيجة الآن، النتيجة البحثية، اختصت خبيرة بالسياق الدلالي الباطني
لأنها أخبرت عما أسره المنافقون في باطنهم. فالخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، كما في قوله تعالى: والله خبير بما تعملون، أي عالم ببواطن أعمالكم أو أموركم. واختصت بصيرا بالسياق الدلالي الظاهري، وحدي بالباطني وحدي بالظاهري، لأنها تحدثت عن الحرب بين المسلمين والمشركين. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أظهر المسلمين على المشركين بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت. لكن يبقى السؤال: ما علاقة بصيرة بالحرب؟ المعجم يجيبنا. في من يطلع على معاني مادة بصرة سيجد تفاعلا مع الدلالة اللغوية لمادة بصرة. فمن معاني بصرة البصرة، كلمة البصرة من معانيها الحجارة البيضاء، وكذلك تتفق دلالة بصرة مع سياق الحرب. من معاني البصيرة القوس أو الدرع، وكل ما يلبس من السلاح فهو بصائر السلاح. فالمعنى لا يتجلى إلا باستحضار الموقف أو المقام، وعليه فإن أي عملية تحليلية للصياغة لن تكون مجدية، لأنه من الضروري تصور المقام حالة القيام بهذا بالتحليل اللغوي. يعلم ويشهد، الفعل يعلم ويشهد. دكتور، نعم. هل يمكنك الإيجاز؟ انتهى يعني. الكلام في الموضوع لا حد له، وإنما هذا الفضاء الزمني له حد. فتفضل عزيزي، شاكرا الجميع لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أشكر